الناس اللي اشترت الذهب والسعر دلوقتي نزل جامد، دلوقتي هو اتحبس، فلوسه اتحبست في حته معينه. كان شاري جرام الذهب ال 21 مثلا وليكن ب 7600، دلوقتي بقى ب 6400، فراس ماله قل يعني لا تقل مثلا عن حوالي 15% النسبه بتاعته. يعمل ايه؟ فلوسه اتحبست دلوقتي، مش هيقدر يبيع الا لما الذهب على الاقل يوصل للسعر اللي اشترى بيه عشان يجيب الفلوس بتاعته، اصل الفلوس بتاعته، او يستنى شويه لما الذهب يزيد عشان يكسب. تمام؟ زي ما قلنا قبل كده يا جماعه، ما تشتروش الذهب الا لما تكونوا فاهمين امتى اشتري، امتى الوقت المناسب للشراء. ما تشتريش كده عبثا. لما تشتري وانت مش دارس الوقت كده انت هتخسر. دلوقتي عشان تحل الموضوع ده اوعى تبيع، ما تبيعش الا لما الذهب سعره تاني يزيد ويعوض الخساره دي، وتستنى شويه عليه، استنى سنه 2 3 وبعد كده بيعه. اوعى تبيع ذهبك بخساره. كل ما هو معاك اصل فهيفضل معاك اسمه ذهب. انت شايل ذهب مش شايل فلوس. لكن خايف وانا هبيع عشان خايف الذهب ينزل وبعد كده بدل ما ينزل اكتر من كده، لا سيبه معاك. حتى لو نزل شويه سيبه سنه 2 3 سعره هيزيد. اوعى تبيع بخساره الا لو هتشتري اصل تاني ممكن سعره يزيد يعوض معاك خساره الذهب. وخلي بالكم بعد كده واختاروا الوقت المناسب اللي تشتروا فيه الذهب.